السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد مثل ما تشاهدون. طبعا نشوي بالتنور سمسة أو سمكة نشوي. طبعا شباب اليوم مقطعنا راح نشوي سمك عراقي بالتنور. تابعوا ويانا الفيديو لنهايته راح تشوفون هسه السمكة. طبعا هذا التنور العراقي بالريف العراقي مثل ما تشاهدون شباب، راح نشوي بيه السمكة العراقية. يلا ويانا شباب. وطبعا شباب هذا الحطب هسه راح نسوي بيه السمكة العراقية. استمروا ويانا نهاية المقطع. وطبعا شباب اسفين لان الوقت شويه دنيا ظلمه او دنيا ليل، انا استمر وياكم تابعوا ويانا نهايه المقطع. يلا بينا. طبعا شباب هاي النار شعلها مثل ما تشاهدون. نحطها بالتنور حتى تشتعل. طبعا تشتعل وبعدين راح يحطها بالتنور يحطها هنا حتى تشتعل النار. طبعا شباب هاي اشتغلت النار مثل ما تشاهدون ما شاء الله. طبعا نشوي ان شاء الله اليوم سمكة. حطينا شواية على النار مثل ما تشاهدون على مود تتعقم الشواية. طبعا شباب اسفين لان الدنيا ليل مثل ما تشاهدون، بس يلا عادي ان شاء الله نشويها ونشوفكم الشوي مالتنا. استمروا ويانا نهايه المقطع، لا تنسون تضغطون على زر اللايك والاشتراك بالقناه. وهسه مستمرين وياكم شباب. وطبعا السمكه هسه نشوف وياكم شلون اتبلها واحط لها الملح. بس استمروا بالمشاهده حتى تشوفون كامل المقطع. فوت الحطب طعمها طالع. وطبعا شباب هاي هي السمكه العراقيه. حطيناها هنا، حطينا لها ملح والتوابل كلها سويناها. طبعا حط لها كل شيء ملح وتوابل مالتها وصح يقبغها مثل ما تشاهدون. طبعا حار كلش هذا. نقفل هذا. طبعا مثل ما تشاهدون شباب نحطها فوق التنور. نحطها على ظهرها. مع شباب شوفوا السمكة. طبعا عشان هواي ما مصورين وقلنا خلينا نصور. طبعا شباب اسفين لان تاخرنا بالتصوير، صرنا فترة تقريبا صرنا اسبوع كامل ما ناشرين فيديو. عشان اجلتها جوا هاي. طبعا حط السمكة جوا مثل ما تشاهدون شباب حتى تستوي زين. طبعا حطيتها على ظهرها بالبداية. طبعا هذا السمك مسقوف يسموه بالعراق. طبعا اللي ما يعرف اليوم اسويها شقف، انا اسويها شقف. مسقفها قصده سقف السمكة. اسويها حيل طيبة. طبعا شباب بعدنا نصور وياكم مستمرين بالتصوير. طبعا ريحة الجمس طلع صار ريحة طيبة. تعال صور منه. ما تشاهدون. طبعا حطيناها على ظهرها حتى يستوي مثل ما تشاهدون شباب السمكة.
محطوط هسه على ظهرها حتى تستوي كل الزين، وهذا سمك مسقوف تصير افضل شوي للسمك. طبعا ان شاء الله ورا ما نخلصها ايضا ياكل وياكم السمك. طبعا راح ياكلها بعدين وتشوفون ان شاء الله. طبعا شباب اعطونا رايكم بالشوي واكتبوا لنا شلون الشوي، زين مو زين، واكتبوا ارائكم بالتعليقات حتى كلها نقراها وناخذ نصائحكم همينه بالشوي. شنو رايكم بهذا الشوي همينه؟ طبعا مو يحطوها بالتنور تستوي كلها، بس هاي اذا تشويها برا مثلا تجيب حطب وتحطها برا ما راح تستوي يعني زين مثل بالتنور كلها تستوي من صفحاته وكلها تستوي. طبعا شباب اكيد مثل ما قال محمد النعامي انه السمكه بالتنور تطلع اطيب واحلى بالشوي، وهسه ان شاء الله تشوفوها شلون هالسمكه تكون كلش ممتازه بالشوي وافضل من ما نشويها بالبر. في بداخل التنور الحراره تكون افضل واحسن، فاستمروا ويانا حتى تشوفون شكلها النهائي للسمكه. طبعا شباب شغلت الفلاش حتى شويه تقدرون تشوفون الفيديو، لان تعرفون دنيا ظلمه او دنيا ليل هسه حاليا. هي ما تطول هو قبل تستوي. طبعا السمك يستوي اسرع من غيره. وطبعا شباب محمد النعامي جاع يقول ايش وقت تستوي السمكه؟ طبعا راح اسوي وياها تمن احمر. طبعا تمن احمر سوى وياها همينه حتى ياكلها وتصير حال طيبه. هسه نشوفها. طبعا بدأت تستوي ما بقى شيء ان شاء الله. استمروا شاهدوا الفيديو لنهايته. ما شاء الله النار حيل قويه وحلوه. طبعا ان شاء الله تصير حال طيبه. طبعا نعتذر لان الفيديو صار بالليل، بس تعرفون يعني اكثر السمك ان كان بالليل اشوفه احسن. وطبعا شباب اطبقها تصير مسقوفه زين. طبعا قبرها مثل ما تشاهدون حتى تطلع لوز السمكه ان شاء الله. تطلع لوز وفستق وحسن. اما اتمنى تجون ويانا تاكلون. طبعا حيل يحب المتابعين محمد النعامي. 100 وحده لا تجون انتم. طبعا شباب اليوم درجه الحراره تقريبا 16 درجه مئويه بالنهار، وبالليل تقريبا 8 درجه مئويه. انا طلع بخار من هنا ما ادري ليش. طبعا التنور منها حار، مكانه كلش حار منها. طبعا التنور طين يعني من هاي التنانير القديمه. اكثر الناس يفضلون هاي التنانير عن التنانير الحديثه، يقولون لان بالشوي كلش يطلع بيها طيب. يطلع البخار من الموبايل يمكن ما يطلع. ما مبين تقريبا البخار منه. وطبعا شباب محمد النعامي رارنج وارد ارجعها شويه بالتنور ونشويها. مثل ما تشاهدون راح يرش عليها رارنج ويرجعها مره اخرى بالتنور. يعني مو باقي شيء تستوي، يحتاج لها شويه وقت وان شاء الله تستوي 100%. وهسه مثل ما تشاهدون. طبعا شباب مثل ما تشاهدون ورا ما استوت السمكه وجبناها وما شاء الله شكلها صار حيل حلو، وبعدنا طعامها ما ذقناها، وجبت الطرشي وجبت المقبلات. طبعا شباب مثل ما تشاهدون السمكه ما شاء الله شكلها كلش يشهي. طرش العراقي، السمك العراقي ايضا. طبعا والتمن الاحمر حيل طيب. والتمن ايضا كله حطيناه كل المكونات مثل ما تشاهدون شباب. طبعا نقول بسم الله ويلا ويانا. وطبعا هسه حيبدا ياكل مثل ما تشاهدون. بسم الله الرحمن الرحيم يقول ويبدا ياكل. طبعا قيموا لنا السمكه شنو رايكم بيها؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، انزلوا جاوبوا بالتعليقات واكتبوا ايش قد تقييمكم. طعمها حيل طيب خرافي. طبعا هاي انا شويتها.
ما نخلي المصمص هذا. من الزعدون طبعا. طيب ناخذ الثمن الاحمر. طبعا شباب شوفوا شكل السمكة كلش شهي وكلش طيبة. من الزعدون من الزعدون هاي السمكة. طبعا شباب هذا الماعون مال السمك. راجعة ونشيل هاي اللحمة. طبعا سمك العراقي يصير حيل طيب. ناخذ ثمن احمر. من الزعدون طبعا طعمه حيل طيب وخرافي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو وباي باي. وقبل ما ناخذ الفيديو ناكل زيتونة من الزعدون. تعالوا اكلوا ويانا وباي باي.